الجزء الأول، الحلم اللي غير كل حاجة. أنا راجنار، صياد من شمال الأرض، لكن قلبي دايما كان بيقول لي إني مولود للعظمة. كنت بشتغل في أرضي ومعايا مراتي لاجيرثا المحاربة اللي بحبها من قلبي، وولادي بيورن وجيدة. لكن في قلبي نار، نار عايزة تكتشف، تبحر، تغزو أراضي جديدة. الملك هارالدسون كان خايف من التغيير، مش عايزنا نروح غرب، عايزنا نسرق نفس القرى القديمة شرقا. قلت لأ. جهزت سفينة سحرية مع صديقي المجنون العبقري فلوكي، وسافرت مع أخويا رولو رغم غيرته مني وكتيبة من المحاربين. لقينا إنجلترا، بلاد مليانة كنوز وذهب وناس مش مستعدة تقاوم. رجعنا بالغنائم وأسرنا راهب اسمه أثيلستان، كان مختلف وعلمني حاجات كتير عن دينه وحياته. الملك بدأ يشوفني خطر، بس أنا كنت خلاص بجهز للخطوة الجاية. قتلت الملك وبقيت إيرل راجنار، سيد كاتيجات. الجزء الثاني، لما القلوب تتقسم الحروب بدأت تشتد والعالم بقى أوسع، بس جوه بيتي الكارثة بدأت. لاجيرثا فقدت بنتنا الصغيرة جيدة، وده كسر قلبها. وبعدها أنا غلطت، دخلت في علاقة مع أسلوج وجابت لي ولد إيفار. لاجيرثا سابت البيت وقلبي اتكسر. أخويا رولو بدأ يغير مني، خانني، وقف ضدي، وكل واحد راح في سكة. بس أنا كنت برضو بحارب، بجمع ممالك وببني مجد مش هيخلص. الجزء الثالث، لما الطموح يوجع حلمت أفتح باريس. السفن اتجمعت ورحنا بجيوشنا، وكان رولو معانا في البداية. بس لما وصلنا هناك خانة تاني وانضم للفرنسيين. حاولت أفتح المدينة لكن الفتح كان صعب. رجعت جسمي تعبان، قلبي مجروح، روحي مطفية. الجزء الرابع، الموت اللي بيضحك. اختفيت سنين، سبت كاتيجات لأولادي ولسه الناس فاكراني ميت. لكن لما رجعت عشان مهمة واحدة، أروح لإنجلترا وأسلم نفسي للملك إيلا اللي خاني زمان. اتعذبت والملك رماني في حفرة مليانة أفاعي. بس قبل ما أموت بصيت للسما وصرخت، الموت مجرد بداية، راجنار راجع في فالهالا. الجزء الخامس، أولادي والنار اللي سبتها ورايا بعد موتي. ولادي اتفرقوا. بيورن الحديدي شجاع عادل بيحاول يكون زيه زيي، وبيحكم كاتيجات فترة. إيفار عديم العظم، أذكى واحد بس شرير، حكم كاتيجات بالحديد والنار. هوبي طيب حكيم، دايما بيدور على السلام. فيتسرك ضايع تايه بين الخير والشر وبيطوف طريقه. ولادي حاربوا بعض وغزوا بلاد كتير، إنجلترا، روسيا، وأراضي المسلمين. في الآخر بيورن مات في ملحمة عظيمة على الشط، واقف في عز المعركة وسيفه في إيده والسهام مغرزة في جسمه، بس وقفته خوفت جيش كامل. الجزء السادس، نهاية الحكاية وبداية الأسطورة. إيفر سافر ووقع في حرب ضخمة وكان مصيره الموت، لكن مات زي المحاربين. هوبي راجع لفالهالا بطريقه، ساب الحرب وبنى مستعمرة في العالم الجديد أمريكا. وأنا من فوق كنت بتفرج وقلبي مليان فخر. أنا راجنار لوثبروك، مش ملك ولا مجرد محارب، أنا أسطورة، واللي بيحبني لازم يحارب زيي ويكمل الطريق.